هلو هلو، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء اغا ودي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويسيب لنا لايك وتعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل تحليه بسيطه قوي وسهله جدا. بصوا، انا عملتها قبل كده على القناه وطعمها بصراحه جامد جدا، وانا حابه اعملها النهارده. معايا بسكوت ساده زي ما انتم شايفين كده، معايا طبعا نسكافيه، ومعايا هنا لبن، ومعايا قشطه اللي هي وش اللبن، ومعايا هنا معلقتين لبن بودر، عليهم معلقه سكر بودر كبيره، عليهم حوالي ربع كوبايه كريم شانتيه. هي دي مقاديرنا. هنعمل احلى تحليه النهارده، بسيطه جدا، مكونات بسيطه جدا، مش محتاجه اي تعقيد، وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نعمل الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده. اول حاجه كده هاخد النسكافيه ده، اخد منه حوالي معلقه اسيحها في اللبن. هندوبها كده في اللبن اللي معانا. طعم النسكافيه في الوصفه دي بيبقى حلو جدا. لعشاق بقى النسكافيه اعملوا الوصفه ديت، طعمها بيبقى مميز. بص بقى، هجيب هنا المكونات دي كده، واحط هنا حوالي معلقه قشطه كبيره، واخد هنا حوالي كده ايه وميه متلجه، وهضرب كل ده. خلاص هنا ضربناه اهوت. هنفضي بقى البسكوت بتاعنا، نحطه في طبق كده، ونحاول نغطس كل بسكوته في الحليب بالنسكافيه ده، ونرصهم جنب بعض. الخطوه دي هتدي كده طراوه للبسكوت، لما تيجي تاكليه مش هيبقى مقرمش كده ويقرش تحت اسنانك، وفي نفس الوقت هياخد من تطعيمه النسكافيه، يبقى طعمه حلو قوي واخد كده ريحه النسكافيه وطعم النسكافيه. جربي الحاجه الحلوه دي، هي سهله قوي، بسيطه جدا وسريعه، تعمليها في وقت قصير خالص وبتاكليها وبيبقى شكلها حلو جدا. انا جبت المساكه دي، احاول امسك بيها كده واعمل بيها البسكوت، بس بصراحه حسيتها ممله قوي ومعطلاني كده ومش بعرف اتحكم فيها كويس، فقلت لا، احاول اعمل بايدي. احنا ايدينا حلوه ونظيفه ونعمل بيها وغسلينها والدنيا تمام. وعلى فكره بقى، لما بتعملي الحاجه بايدك بيبقى فيه طاقه كده بتحطيها في الحاجه، بتوصل طاقه حب كده، بتوصل لاهل بيتك وبتوصل لاولادك، ان انت عامله لهم الحاجه دي بايدك وتعبانه فيها وعاملاها بمنتهى الحب والحنان. ف... فاعملوا بايديكم، ما تخافوش وما تسمعوش كلام الناس اللي تقولك ياي بنقرف والكلام ده، لا. احنا طبعا نضاف وبنغسل ايدينا كل شويه وايدينا نظيفه، وكمان احنا بنعمل حاجه لنفسنا ولاولادنا، فبنعملها بمنتهى الحب والحنيه كده، فهنخاف عليهم طبعا قوي جدا اكتر من اي حد. فما تقلقيش لو عملتي بايدك، اغسلي ايدك كويس وسمي الله، وعقمي ايدك كويس وسمي الله كده، واتكلي على الله واعملي بايدك. انا هنا رصيت اول طبقه كده من البسكوت زي ما انتم شايفين. حطي لي لايك بقى واشتركي في القناه.
تنسيش تفعلي زر الجرس. رصينا اول طبقه من البسكوت، وهجيب بقى طبقه النسكافيه. لا طبقه النسكافيه ايه، طبقه الكريمه اللي احنا عاملينها، اللي احنا طبعا حاطين عليها من اللبن اللي فيه النسكافيه ده، فالكريمه كمان واخده من طعم النسكافيه ومن ريحه النسكافيه. هبدا افرد بقى اخد كده كميه مناسبه منها، وافردها على طبقه البسكوت، واسويها كده، اسويها بالراحه بمعلقه بالبتاع السيليكون ديت، اي حاجه يعني. يساوي كده الطبقة، وبعد كده هنعمل نفس الحركة، نرص تاني البسكوت، وبعد ما نرص البسكوت تاني نحط عليه كريمة، وبعد كده نرص كمان طبقة بسكوت، وبعد كده من فوق خالص نحط كريمة. الطبقات بقى على حسب ما انت بتحبي كمية الطبقات بتاعتك. يعني انا مثلا هنا عملت في القارب ده، لانه قارب زغنطوط، عملت فيه حوالي 3 طبقات من البسكوت و3 طبقات من الكريمة. عايزة تزودي زودي، يعني عايزة تعملي 5 طبقات 6 طبقات، زودي على حسب القارب اللي انت عاملة فيه. هي حاجة حلوة بصراحة، انا بحبها، سهلة وسريعة وطعمها بيبقى حلو جدا وشكلها بيبقى شيك قوي. فبحب اعملها يعني. صحيح ما بعملهاش كتير عشان الدايت وكده، لكن لما بحس ان انا خلاص عايزة افصل من الدايت وعايزة اكل حاجة مسكرة او نفسي رحالها، بعملها. اعمليها انتي، ممكن تعمليها لاولادك كل مرة في الاسبوع، مرتين، على حسب يعني انتي حابة تعملي ايه. بس هي بصراحة حلوة قوي، طعمها بصراحة جبار حلو جدا. زي ما انتم شايفين انا بساوي كده طبقة الكريم شانتيه بتاعتنا على الوش، وخلاص ما اعتقدش هحط طبقة تانية. انا مش فاكرة ما انا وصلت لكام طبقة دلوقتي، بس أنا اللي انا فاكراه يعني انا عملت 3 طبقات. وبعد كده هنساوي بقى الطبقة الفوقانية دي خالص، واي صوص عندك عايزة تحطيه على الوش حطيه. عايزة مثلا تحطي صوص كراميل، صوص شوكولاتة، صوص توت، صوص فراولة، اي حاجة عايزة تحطيها من فوق تحطيها بالطريقة اللي انت عايزاها. انا بصراحة بحس ان صوص الكراميل بيليق قوي مع طعم النسكافيه وريحة النسكافيه والبسكوت والكريمة، فبحب احط صوص كراميل. ممكن ان انتي تحطي صوص الكراميل يبقى سايب كده، وتحطي له طبقة كاملة فوقه، وتحطي عليه مثلا مكسرات، ممكن تحطي فستق، لوز، عين جمل، بندق، اللي انت حباه. ممكن كمان تاخديهم تشويحة او تعمليهم مع صوص كراميل كده، يبقى ماسك على المكسرات، وتكسريها كده وتحطيها عليها من وش. التزيين ده بقى بتاعك انتي، يعني اي حاجة انتي عايزة تحطيها عليها حطيها. انا ده صوص كراميل كنت عاملاه، عاملاه انا في البيت. جبته كده، حاولت ادفيه بس شوية لانه كان في التلاجة فماسك شوية. هاخد منه احط، عملت قرطاس كده بالورقة الزبدة. هعمل القرطاس ده واعمل خيوط، وخيوط راحة جاية كده، وبعد كده بخلة السنان امشي عليها كده خلة السنان، يعمل لي اللي هو الشكل المعوج ده. انتي ما انتش حابه الشكل ده، وزي ما قلت لك عايزه تحطي صوص الكراميل طبقه من فوق كلها وتزينيها بالمكسرات، اعملي. عايزه تحطي الطبقه دي وتحطي عليها موز او حاجه حطي، مش هيقولك لا يعني. الشكل النهائي ده بتاعك انت. عايزه تسيبيها كده من غير اي حاجه سيبيها، هي طعمها حلو وسهله وحلوه وطعمها حلو فعلا. جربيها ان شاء الله باذن الله هتعجبك. وهي سهله، اعمليها لاولادك، اعمليها مثلا يوم الخميس وانتوا قاعدين تتفرجوا كده على مسرحيه حلوه، جنبها شويه مثلا مقرمشات، حاجه حلوه كده جنبها شويه مقرمشات، واعمل لهم اكله حلوه، شويه مثلا معجنات كده يعني شهيصي نفسك بقى، المجال مفتوح قدامك. ابسطي نفسك وسعدي نفسك، محدش هيجي يطبطب عليكي ولا حد هيسعدك غير نفسك. وسعيدي بيتك واولادك، واعملوا البيت بركة كده، واعملوا الحاجة في البيت والله انضف بكتير خالص من اللي احنا بنشتريها من بره. انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا عملتها، عملت الخطوط راحة جاية كده، وهجيب خلة السنان. طبعا الكريم كراميل، الصوص الكراميل طبعا فيه جامد شوية، بيقف في قلب القرطاز اللي انا عاملاه ده. بس هتبقى في الاخر شكلها حلو، اول ما نجيب كده خلة السنان ومشي رايح جاي عليها هتبقى شكلها حلو وزي الفل، يعني مش هتقول لا. زي ما انتم شايفين كده سهلة قوي. يعني هي كل اللي خدته مني 10 دقايق،
ما خدتش وقت كبير، ولا قعدنا مثلا نص ساعة ولا قعدنا ساعة نعمل في الحاجة الحلوة ديت. كل اللي خدته 10 دقايق مدة الفيديو. والله ما انا، انتوا شايفين ان انا مش مسرعة حاجة، فما خدتش مننا وقت خالص. وعملنا حاجة حلوة سهلة وسريعة وشكلها حلو وطعمها حلو، وفرحنا بيها الأولاد. حاجة حلوة كده. حطي لي بقى لايك واشتركي في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخك ومطبخ شوشو أغا. إيه، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة. وصوص الكراميل ده انا عاملاه على القناة، سهل جدا وطعمه غني وحلو وتقيل اكتر من اللي انت بتجيبيه من بره بمراحل. اللي احنا بنشتريه من بره غالي قوي، وكمان يعني مش حلو كده، فيه مواد صناعيه وحاجات. احنا عاملينه كله بحاجات طبيعيه وطالع معانا زي الفل. فلو حابه تعمليه يعني دوري على القناه هتلاقي الصوص الكراميل ده انا كنت عاملاه. ودي شكلها النهائي، شكلها حلو ولذيذه ولطيفه، طعمها كمان حلو. اقول لكم بقى في رعايه الله وحفظه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده، ومطبخكم مطبخ شوشو اغا. باي باي، سلام.